اظن سمعتوا 5000 فيديو بيتكلم عن فيلم هيبتا. انا مش جايه اقول الفيلم حلو ولا وحش، مش كل الناس هتحب الفيلم على فكره. انا دخلته لان انا كنت دخلته في 2016، فكنت حابه بس ان انا اقارن شخصيتي مش ما بين الفيلمين. هل مروه بتاعت 2016 هي مروه بتاعت 2025؟ هل نفس الافكار؟ اطمنت على نفسي جدا جدا، لان انا كنت متبنيه تماما الفكره او الافكار اللي كانت بتقولها منة شلبي، اللي هي مجملها ان الحب هو مش اهم حاجه في العلاقه، ان مش الحب هو اللي يخليك تستمر في علاقه، الحب مش هو المعيار الاساسي اصلا لاي علاقه، بل بالعكس ده هو ممكن يكون السبب في انه يجيبك لسابع ارض، وهو السبب في ان انت ممكن تختار بعد كده اختيارات غلط كتير مبنيه على الاختيارات القديمه، لان انت بتطلع عقدك فعلا في الاختيار اللي بعده. الفيلم باختصار، انا هحرق لو انت ما اتفرجتش وناوي تتفرج. الفيلم باختصار بيقول ان هي بتعمل منة شلبي بتعمل ابلكيشن اسمه اي اي لاف يو. الابلكيشن ده ان انت بتدخل بتكلم افاتار، الافاتار ده بيتعلم منك، بيشوف صفاتك، بيشوف طباعك، وبيبتدي يماتش معاك في حياتك يعني. وبعد كده ما تطمن ان انت بتتكلم مع الافاتار الصح او الشخصيه اللي مناسبه لشخصيتك، فبيدور لك على البيست ماتش بتاعك، وبعد كده بتتقابلوا فبتقدروا تكملوا مع بعض الحياه. اللي هي بتختصر يعني ان انت تتعرف على حد وتجربه غلط، وبعد كده يطلع الاختيار الغلط فتسيبه فتجرب حد تاني، فتبقى متعقد من التجربه الاولانيه فتطلع عقدك على التجربه الثانيه، وبلا بلا بلا. الفكره لطيفه وكل حاجه، بس هي فعلا على ارض الواقع ما بتبقاش صح. يعني انت تتكلم مع افاتار، بس هي الفكره في الاختيار الصح. الفكره ان الفيلم العلاقه الوحيده اللي نجحت فيه هي علاقه منة شلبي وتايسون ومحمد، مش فاكره اسمه محمد ايه. لما كبروا، لما عقلوا، لما نضجوا، لما كل واحد فيهم فهم نفسه وعرف نفسه كويس، لما كل واحد فيهم فهم هو عايز ايه ويقدر يدي ايه. لان انت ما ينفعش تاخد بس في علاقه، انت لازم تاخد وتدي. فلو انت قادر تدي زي ما بتاخد، انت في الوقت ده هتبقى تقدر تقول انا في العلاقه الصح. يعني انا مش عايزه اطول اكتر من كده، بس اقدر اقول ان الفيلم قدم نظريه كويسه قوي وحلوه قوي من وجهه نظري، اللي هو ما تحرقش وقت على الفاضي، ما تجريش ورا قصه حب لمجرد انك عندك مشاعر للشخص ده، وممكن اصلا يطلع بعد كده الشخص الغلط، وبعد كده يحصل مشاكل كتير من ورا الموضوع ده. فكر بعقلك الاول، وبعد كده اوزن هل المشاعر دي فعلا تستاهل ان انت تخوض التجربه دي ولا لا عشان تكمل معاه. بس كده.